تعالي هنا اقول لك انت خايفه وقلقانه طول الحمل من الحرقان والحموضه مش عارفه لها حل. تعالى اقول لك نعالجها ازاي. عشان نعالج الحموضه اثناء الحمل في 3 حاجات نعملهم. واحد، نعدل البوزيشن بتاع المعده، وضع المعده. البيبي بيرفع المعده لفوق، عايزين ننزلها لتحت. تعملي ايه؟ طول ما انت قاعده ايديك قدامك كده على كرسي، ولو انت نايمه تنامي على جنبك الشمال ومخده تحت البطن، ترفع البطن لفوق شويه. واهم حاجه اهم حاجه تساعديني فيها انك تاخدي بالك من اكلك. نعمل ايه؟ ناكل اكل صحي. واحد. اتنين، نزود عدد الوجبات بس مش نكترها، لا نباعد ما بين الوجبات كل 5 مرات، بس مرات تكون عددها قليل. يعني ايه؟ افطر وسناك، غدا وسناك، عشاء وسناك. المعده تكون فاضيه، الحموضه هتبدا تقل معاك. يجي هنا بقى دوري اكتب لك العلاج المتين اللي يخلي معدتك حلوه زي الفل. يبقى في حاجات لازم انت تعمليها وحاجات انا بساعدك فيها. الاهم من ده كله انك لازم تخلي بالك ان المده بتاعه الحمل نعمل فيها كل ده. لو عملت ده 3 ايام بس هترجع الحموضه مره تانيه. لو عندك اي سؤال في الكومنتات سيبهولي، وهشوفك الفيديو اللي جاي. مع السلامه.